ايه ده؟ لا يا جماعه، انا عارفه ان شيكابالا فوقنا قوي بس مش للدرجه دي، مش لدرجه 5 اهداف في المباراه الافتتاحيه للنادي الاهلي امام سيراميكا في الدوري المصري، 5 اهداف مقابل هدفين كارنفال من النادي الاهلي. المباراه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل طبعا شوط اول ما تعرفش مين الفرقه اللي قدامك، وشوط تاني تحس انها استكمالا لمباراه العين السابقه. النهارده هنتكلم على المباراه بشكل كبير جدا، ولكن يا جماعه في الكومنتات كده الناس تقول لي ايه اخر مباراه خط هجوم النادي الاهلي فيها كان كله متالق، اللي لاعب اساسي؟ النهارده عندك طاهر هنتكلم عليه بالتفصيل، هنتكلم برده عن حسين الشحات وعن اسامه وعلي. بنبتدي المباراه وفي البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، والهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق حسين الشحات بيجيب هدف رائع. كان فين ده يا حسين الماتش اللي فات في ماتش العين؟ كان فين الكلام ده؟ هدفين ما شاء الله، اداء كويس، كان نفسي اشوفه في الكلام ده الماتش اللي فات، ولكن بيجيب هدف مبكر النادي الاهلي. ودي تلاحظها في النادي الاهلي في المباريات الاخيره ان في اهداف بتيجي في بدايه المباراه، ودي حته مهمه جدا بالنسبه لنا. لكن يجي بعدها في الشوط سيطرة من سيراميكا كليوباترا، بيلعبوا علينا تيكي تاكا بشكل فظيع، بيوصلوا لجولنا. ومارسيل كولر قالها لك النهارده، قال لك ده اسوأ شوط انا لعبته مع النادي الاهلي من ساعه ما جيت، وان لولا الشناوي المباراه كانت هتنتهي بشكل تاني خالص. النهارده الشناوي بيشيل لك 3 انفرادات كانوا حرفيا ممكن يخلصوا الماتش بالنسبه لك. سيراميكا كليوباترا فريق محترم جدا، ولكن ما تعرفش ايه اللي حصل الشوط الثاني. الاهلي اتحول، الاهلي حصل له حاجه غريبه بصراحه، ولكن كان شوط رائع جدا من سيراميكا كليوباترا. وكنت شفت ان احنا لما جبنا الجول الثاني انا قلت الحمد لله، لان كان السيناريو المنطقي لكل ده ان هم بعد ما سجلوا ركله الجزاء اللي بالنسبه لي ركله جزاء صحيحه. اكرم توفيق النهارده كان غير موفق تماما في المباراه، واكرم الفتره الاخيره يمكن مباراه واحده اللي عاملها كويس، غير كده حاسه ان اكرم مش في حالته، لكن قدروا ان هم يتعادلوا من خلالها، وكان تعادل مستحق جدا. وعلشان يجي وسام ابو علي بفاول، وسام انت بتبوظ لنا النظام بتاع النادي الاهلي. انا كنت اعرف يعني هدفنا كده بيجي لنا 10 تجوان في الموسم كله، منهم مثلا 6 7 ضربات جزاء ده بجد يعني انت جاي تبوظ لنا القانون بتاع المهاجمين عندنا. جونين من اول مباراه واسيست، هتكلم على الاسيست كويس جدا. لا وسام بسم الله ما شاء الله عليه، يعني انا اتمنى يفضل في النادي الاهلي وما يحترفش، عشان احنا يعني صبرنا كتير عمل مجله، فالمفروض نستمتع بيه شويه قبل ما اداره النادي الاهلي تفكر ان هي تبيع او تعيره لاي نادي اخر. ولكن بيسددها اسامه ابو علي بشكل رائع. طبعا هي صدمت بحائط الصد لسيراميكا كليوباترا، ولكن هي كانت بالنسبه لي رايحه ما بين ال3 خشبات، كانت رايحه على يمين بسام، ولكن طبعا خدعته وراحت على الشمال عشان النادي الاهلي يعلن الهدف الثاني في الشوط الاول، اللي انا قلت الحمد لله احنا طلعنا منه كسبانين، لانه ما كانش منطقي ابدا ان احنا نطلع منه كسبانين. عشان تيجي تدخل الشوط الثاني، واذا في الايه في اول 10 ثواني في الشوط الثاني يجي طاهر محمد طاهر. وانا عايزه افهم حاجه، انت كنت فين يا طاهر؟ طاهر انت بقالك معانا كام سنه؟ هو الكلام ده كان فين؟ انا حاسه انا بتفرج اللي هو جماعه هي دي صفقه جديده احنا جبناها؟ اكيد ده مش طاهر محمد طاهر اللي احنا عارفينه. بيعمل اسيست عالمي على راس وسام ابو علي اللي بيحطها بطريقه عالميه عشان يعلن عن الهدف الثالث للنادي الاهلي. طبعا عجبني جدا في كولر النهارده ان هو عمل التغييرات من البدايه، ما استناش الدقيقه 70 والدقيقه 80، لا حس ان الموضوع صعب. يوسف ايمن طبعا الدفاع النادي الاهلي الشوط الاول كان شوارع، ما كان ساحات واسعه شاسعه اي حد ممكن يجري فيها. اي حد كان بيقول السلام عليكم كان يوسف ايمن يقول له عليكم السلام، ويدخله هو اكرم توفيق على طول لمنطقه الجزاء. فطلع يوسف ايمن اتمنى له الشفاء لانه باين ان هو لسه متاثر. بينزل مكانه خالد عبد الفتاح وبيسحب كوكا مارسيل كولر طبعا 6 وبينزل مكانه 10 اللي هو قفشه. قفشه نزل بالنسبه لي قدم مباراه كويسه جدا. قفشه من اول ما نزل باصات حلوه جدا، بيكسر خطوط الدفاع بالنسبه لسيراميكا كليوباترا. كان احسن تبديل النهارده بالنسبه لي هو محمد نجدي قفشه عشان يحرز النادي الاهلي الهدف الثالث. وبعدها بدقيقتين 3 تلاقي حسين الشحات بيسجل هدف اسيست جميل جدا من امام عاشور اللي اهدر قبلها فرصه ما كانتش تضيع الصراحه، ولكن بيجي حسين الشحات عشان يعلن عن الهدف الرابع للنادي الاهلي عشان يجي ويكررها. طب كنت فين الماتش اللي فات يا حسين؟ بجد يا جماعه كان فين؟ انا كنت مستنيه اداء رائع جدا من حسين الشحات الماتش العين اللي فات، ولكن هو بيتوج مجهوده النهارده بهدفين كانوا اروع من بعض الصراحه. وبيجي النادي الاهلي بيسجل 4 اهداف، تحس ان الاهلي بدا يتراجع تاني. اقول ايوه انا عارفه ده بقى، وابتديت بقى افتكر بقى ايام موسيماني، ولكن طبعا ايام موسيماني ما كناش بنوصل في الدوري لفكره 4 اهداف دي. كان اول ايه جون جونين يلا ننزل 2 ديفندرات، وانا بعشق موسيماني، ولكن ده كان اسلوبه في الدوري 2 ديفندرات وتقفل وبنتعادل في الاخر او بنخسر. ولكن بقى ابتديت افكر اللي هو جبنا 4 اهداف وهنرجع بقى ورا وهنبتدي ندافع. ولكن بيجي طاهر محمد طاهر ويقول لي لا انا مش هعمل كده تاني، ويجي بيقطع كوره بشكل رائع يديها لوسام ابو علي اللي بالنسبه لي انا عاجبني اسيست وسام ابو علي النهارده اكتر من هدفين. يعني شوفوا بقى اسيست ما يطلعش غير من بلاي ميكر، ما صدقش ان هو يطلع من لاعب رقم 9. اسيست تحفه لطاهر، طبعا هدف سليم ما فيهوش فاول ما فيهوش اوفسايد
سواء على وسام او على طاهر، وطاهر يجي وبيتوج مجهوده بهدف النهارده لانه كان يستحقه. طاهر الفتره الاخيره بيقدم اداء كويس جدا مع النادي الاهلي زي ما قلت لكم. انا متفاجئه بصراحه من اداء طاهر والاستمراريه. اتمنى باذن الله طاهر يفضل ثابت على المنوال ده ويبعد عنه الاصابات، لان انا دايما عندي تروما من فكره ان طاهر بيبتدي فوق تجي له اصابه. نتمنى ان شاء الله السلامه لكل اللاعبين، ولكن بيجي طاهر عشان يعلن الهدف الخامس للنادي الاهلي، بيتوجها النادي الاهلي بخماسيه. لكن طبعا بيجي القندوسي هو كان هيموت ويجيب فينا جون. يعني ايا كان يا قندوسي ربنا يسهل لك. ولكن هو النهارده تحس في غل قوي جدا. احمد رمضان بيكهام، انا ما اعرفش ليه اللعيبه اللي كانت بتبقى عندنا وبتمشي فيها الغل ده ناحيتنا. مش قصدي ان انت تلعب مثلا تفوت لنا او كده، لا، العب كويس جدا وقاتل على الكوره وكل حاجه، ولكن بحس نوع من الغل قصاد النادي الاهلي بشكل غريب، بالذات من احمد رمضان بيكهام. قندوسي بيسجل الهدف الثاني، طبعا برده الهدف من ناحيه اكرم توفيق. اكرم ما كانش كويس ابدا النهارده، وبتنتهي المباراه ب5 اهداف مقابل هدفين للنادي الاهلي. النهارده رامي ربيعه كان كويس جدا باستثناء الشوط الاول، كان فيه كام كوره كده، ولكن عامه كان هو افضل حد في الدفاع بالنسبه لي النهارده. مروان عطيه رائع، مروان عطيه الفتره الاخيره كسته، وبيبان جدا ان كولر بيحب يحتفظ بيه دايما في الملعب. لو بيطلع اي حد من خط النص بيفضل ان هو يطلع لاعبين تانيين غير مروان عطيه، بيثبت نفسه الفتره الاخيره بشكل كبير. امام عاشور النهارده كان بيزيد بشكل كويس افضل من مباريات فاتت كتير، ولكن برده لسه ده مش التوب بتاع امام عاشور. انا مستنيه من امام عاشور حاجات كتير جدا، ونفكنا بقى من الغزاله رايقه والغزاله حمراء والجو ده كله. عايزين امام نركز في الملعب شويه، عشان خلي بالك انت هتقعد تغني تعمل الحوارات دي كلها، مش هقعد اتفرج عليها اضحك او اعمل اي حاجه الا لو انت بتلعب كويس. يعني مش هسقف لك عليها الا لو انت بتلعب كويس. لكن جو ان انت تغني وغزاله حمراء وحمراء ايه ومش عارفه ايه والجو ده كله، ده ممكن كان ياكل هناك الناحيه الثانيه بتلعب اي كلام، تعمل حركات فيها لقطات وبتاع، ده امام الحراق مشطشط مش عارفه ايه، هيعجبهم الجو ده. ولكن ده مش في النادي الاهلي. في النادي الاهلي هتعمل كده وبتلعب حلو وبتدي 100% في الملعب، هقول لك الله امام المشطشط، امام الرائع، امام الجميل، ولكن مش هتقدم كويس في الملعب. انا مش بقول ان هو ما قدمش كويس النهارده في الملعب، كان اداء متوسط من وجهه نظري، ولكن مش هتقدم الاداء اللي انا منتظراه منك. الحركات دي بالنسبه لي كلها هتبقى بالنسبه لي شو وما بتاكلش معانا احنا كجماهير للنادي الاهلي. ولكن لاول مره من فتره طويله جدا اشوف ان هجوم النادي الاهلي اللي نزل اساسي لا معظمه من نجوم اللقاء. النهارده الشناوي كان نجم اللقاء بالتحديد في الشوط الاول، ولكن طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، ووسام ابو علي 10 من 10 النهارده قدموا اداء رائع. طبعا لما نزل مكانهم رضا سليم، بيرسي تاو والله يا بيرسي، يعني انت في ماتش الزمالك لما جيت حطيت ركله الترجيح انا استغربت، اللي هو انا كنت منتظراك تضيعها، اللي هو جبتها الله اكبر يا تاو. ولكن الاداء ده انا مش فاهماه بصراحه. يا تاو بياخد الكوره يلف بيها، يعمل اي حاجه غير الكوره في رجله تقيله، وتحس ان هو حاطط جلو في رجله ما بتطلعش منه الكوره لغايه ما تتقطع منه. اداء ممل واداء مستفز على عكس طاهر. حتى طاهر هو بيلعب وحش لو عمل حتى الباص غلط، بس ما بيحتفظش بالكوره في رجله كتير زي تاو كده. تاو بالنسبه لي لعبه ممل جدا. رضا سليم بصراحه ما جاتلوش كور كتير، وهو من بعد ماتش الزمالك واضاعته ركله الترجيح اللي كانت هتحسم اللقاء، ولكن طبعا هو اهدرها. ولكن من بعدها جه وش السعد برده حسم لنا اللقاء لانها كانت محسومه كده كده. لكن هو من ساعتها باين ان هو حالته النفسيه ما كانتش احسن حاجه، بالذات في الماتش اللي فات بتاع العين. خرج من التتويج ما استلمش الميداليات مع زمايله او استلمها ودخل غرفه الملابس على طول. نزل النهارده ما كانش ظاهر برده، ما جاتلوش كور كتير. ولكن ان جنرال المباراه النهارده كانت رائعه من لاعبين النادي الاهلي زي ما قلت بالتحديد في الشوط الثاني. الشوط الاول ما كانش كويس ابدا باعتراف مارسيل كولر ذات نفسه، ولكن ان شاء الله ما نبقاش خلصنا الاهداف بتاعه الاهلي في الدوري كلها في الماتش ده، يبقى في اهداف جايه في الماتشات الجايه. ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش في نهايه الحلقه تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي اليمن، ربنا ينصرهم يا رب على جميع اعدائهم وينصر من نصرهم ويخذل من خذلهم. كانت معكم طقى النجار، مع السلامه.